طبعا السؤال اللي بيراودنا دلوقتي، عودة فلسطين ازاي واحنا شايفين الكيان ده مستمر في الفساد بتاعه سواء جوه فلسطين او بره فلسطين، ولسه زي ما هو مستمر في الاباده، حتى انه وصل بيه الامر انه اخذ قرار بالعوده لاحتلال قطاع غزه من تاني. ده غير طبعا ازدياد وتيره القصف والتدمير وتعمدهم لاستهداف واغتيال الصحفيين اللي هم الصوت الباقي لنشر الحقيقه وتوصيلها. لكن هنقول ايه للكيان المجرم؟ فربنا يرحمهم ويتقبلهم عنده من الشهداء. لكن الفكرة مش بتكمن هنا، الكيان ده أصلا بيفسد من يوم ما ظهر في المنطقة. الفكرة إن الكيان بدأ يتآكل داخليا وخارجيا بشكل منحوس جدا. داخليا وكلنا عارفين كم الانقسامات اللي جواه والمشاكل اللي هو بيحاول يداريها عن العالم، وهم في الأول وفي الآخر مجموعة أغراب هيفضلوا منقسمين ومتفرقين مهما جمعتهم الأسباب. وخارجيا عن طريق تآكل الدعم والشعبية، وظهر قدام العالم كله إن هو مش كيان عايز بس يرجع أرضه وملكه زي ما بيزعم، لا ده هو كيان استيطاني الهدف إن هو يحتل الارض ويطرد اهلها منه. الكيان اللي بقى منبوذ من كل حته في العالم اصبح دلوقتي بقى متعلق بشيء واحد بس، وهي الاداره الامريكيه الحاليه، واللي لو تخلت عنه هو مع السلامه بقى كده. تخيل معاك كده ترامب وادارته مش موجودين، وكان البديل هو اداره هتسمع لكلام الناس في الشارع الامريكي، وده مش بعيد ابدا لاننا لاحظنا ناس كتيره منهم بقت ضد الكيان. فده لو حصل فعلا انت هتلاقي الكيان ده ولا مؤاخذه في الكلمه يعني متعري، ومش هتلاقي له ظهر يتسند عليه.